نرجع تاني ونروح للمستشار أحمد جلال إبراهيم، مرشح على منصب نائب الرئيس، وهو دايما كان بيترشح عضو مجلس إدارة تحت السن وفوق السن، ولكن أول مرة يترشح في منصب نائب الرئيس. طبعا يعني انا طبعا بشكر حضرتك على المجامله الحلوه، وانت الاستاذ مرتضى ان الناس الحمد لله عارفيننا، وده حب ان انت تاخد حب الاعضاء ده اصعب شيء، لان ربنا لما بيحبك بيحبب في خلقه. فدي مش عمليه كده عشان محل انتقاد ليا من الناس زي ما قال الاستاذ مرتضى. اقول لك عشان ابقى انا ريحت ضميري. البعض ممكن مرشحين ضد حضرتك بينتقدوا، يقول لك احمد جلال بيخش المجلس يبوس ويحضن وبيحب الاعضاء وكده، لكن ما فيش قرارات داخل المجلس. الحمد لله لينا قرارات، والاستاذ مرتضى اشتغلت معاه في لينا قرارات، ومجلس الدكتور كمال كان لينا قرارات. انت كنت موجود معانا في المجلس. لكن اهم حاجه عندنا لما بنطلع قرار ما بقسمش المجلس ولا بطلع اتكلم في الجرايد ولا والاستاذ مرتضى عاصرني، ولكن انا بقول دايما الكرسي اللي هيخليني ابعد عن الاعضاء وعن حب الاعضاء انا مش عايزه يا كريم. طب شكرا. انت والدك اتكلم فيك كفايه، وانت دلوقتي كفايه، ونطلع فاصل. ده نائب رئيس النادي يا استاذ مرتضى، نائب رئيس النادي، انت مش هتديله فرصه من دلوقتي كده كنت هفكر. طبعا انا يمكن انا برضو عايز اقول حاجه. انا يعني في حياتي عمري ما حد رفع عليا دعوه قضائيه او ان انا رفعت دعوه قضائيه، كان موقف بالنسبه لي جديد وغريب وحزين للتاريخ، ولكن الحمد لله ربنا دعوه الاستاذ عمر غريب. الحمد لله انا كسبتها الحمد لله، وانا بشكر جدا بجد الاستاذ المستشار مرتضى منصور والاستاذ محمود خالد. تفرغوا يا كريم لهذه الدعوه من الصبح من الساعه 9 للساعه 5، حتى انا ما كنتش بروح المجلس ولا المحكمه، وفعلا تفرغوا. فانا قلت له يا استاذ مرتضى، كلمت له لو حتى ربنا ما وفقنيش انا بشكرك جدا، وبشكرك على اهتمامك بهذه الدعوه القضائيه، وانا مش عارف اقول لك ايه، لكن عايزين نقول حاجه واحده، ان احنا كلنا هنا مجموعه كويسه، مجموعه من ولاد نادي الزمالك. الحمد لله انا راجل اشتغلت تحت السن في مجلس دكتور كمال وعشت انجازاته. كان معايا زميلتي الاستاذ المستشار مرتضى كان نائب رئيس، كان معايا، لا كان معايا عضو مجلس اداره، كان لسه صغير، كان عضو مجلس اداره 97 ل 2001 بالظبط، كان عضو مجلس وبعدين معاه في 2005 الحمد لله، وعشنا احلى ايامنا وفي المجلس الاخير. لكن انا بقول الحمد لله الخبرات موجوده. ما كانتش حلوه يا احمد؟ مش قوي يعني. لا طبعا كلنا في نادي، بص احنا ماشيين والله ماشي هو بروح حلوه جدا، ومش عايز انا الصوره اللي بتاخد عنه صوره غلط، لان هو فعلا بجد فتح الناس للحب وفتح الناس للكلام الكويس عن نادي الزمالك، بدليل ان هو حتى بالنسبه للعضويه او القائمه بتاعتنا، في ناس كتير قالت له اقفل القائمه، قال لهم لا انا لازم افتح، لان كل المرشحين اخواتنا وكل المرشحين فوق السن وتحت السن، فدي حاجه يشكر عليها. لكن بقول ان احنا كلنا مجموعه عايزين نعمل حاجه لنادي الزمالك. انا ما اناش غريب عن النادي ولا انا جاي من بره، انا معروف زي ما حضرتك قلت واحد عن واحد، وعارف مين دخل امتى والساعه كام. ده طب ليه دخلت نائب ما دخلتش عضو تاني؟ لان انا خلاص يعني ده يعني النائب بتبقى الانتخابات اصعب شويه غير لما يكون ليك 5 فرص. الحمد لله. بص يا كريم، انا لو مش شايف ان عندي خبره في العمل الاداري في نادي الزمالك ولا خدمه تطوعيه او خبرتي في الشغل، انا نائب رئيس مجلس دوله الحمد لله بدرجه وزير، وعضو محكمه القضاء الاداري، وكنت عضو مجلس اداره تحت السن وعضو مجلس اداره فوق السن الدورتين، فاعتقد ده كله بيؤهلني ان انا اخدم اعضاء نادي الزمالك بهذا المنصب. زي ما قال الاستاذ مرتضى المهمه صعبه، والاستاذ مرتضى منصور راجل بيعرف يفكر صح ويقيم صح. اعتقد هو لما بيختار قيمته ولما بيختار لهذا المنصب المهم جدا كرئيس المكتب التنفيذي واللي بشغل مكانه في حاله غيابه، اعتقد هو عارف يختار واحد امين على هذا المكان، واحد يكون في ظهره، وواحد يكون سند ليه. لما يكون في انفعال ازاي امتص هذا الانفعال، ازاي يبقى مرتاح معاه في الشغل. اعتقد كل المواد دي الاستاذ مرتضى فكر مره واثنين وثلاثه، وكان عنده كل المرشحين قدامه. فاعتقد لما بيختار المستشار احمد جلال ابراهيم ده عن اقتناع وعن عارف كويس ان المستشار احمد هيؤدي في هذا المكان. زي ما قبل كده كنت في مجلس، وانا برضو بكرر اقول لما دخلت حتى في المجلس مع الاستاذ ممدوح عباس في الانتخابات فاتت، هذه الشخصيه المحترمه الاستاذ مرتضى رغم ان انا كنت في مجموعه ضده في الانتخابات، انما فعلا احترم قراري ولم يعارضني ولم يهاجم لانه عارف كويس ان احنا لم ناخد ضده، انما كنا في مجموعه واحترمنا لاخر وقت ممكن. وده بقول لك معلش قد يؤخذ عنه انه صوته عالي وقد يؤخذ عنه انه عصبيه، لكن انا يا ريت كل الناس تتكلم بالطريقه دي بس يكون قلبها ابيض، لانه في الاخر انا بحب هذا الصوت اللي يبقى حتى شايفه قدامي احسن لي بكتير من ناس هاديه الصوت ولكن ممكن تاذي يا كريم نادي الزمالك. فانا الثعبان الاصفر. فانا احمد بيه النبي، انا بس نسيت محمد رحمي في فوق السن، والاستاذ احمد مقصود على ما اتذكر فوق السن، كلهم ناس محترمه، كل الناس محترمه عشان قلت بعض الاسماء وبعذر يعني اعذروني اي اسم. معلش انا اقول لك حاجه يا استاذ مرتضى، حاجه جديده هو ما بيقولهاش. لما بيكون في ندوه لاحد المرشحين بيطلب مننا ان احنا نروح الندوات دي،
ليه؟ زي ما عمل النهارده. ولا ونسيت برضه تامر التونسي شاب كويس جدا فعلا الناس افاضل وحاجه تفرح يعني لما انا الذاكره بتشتغل يا تامر برضه يعني الشخصيات المحترمه بالظبط كلهم حاجه يفرح له انه فعلا من شباب نادي اسره واحده كلنا عارفين بعض، فكان بيخلينا نروح الندوات عشان برضه الناس تعرف ان احنا كلنا اولاد اسره واحده. المهم انا عايز اقول نادي الزمالك فعلا جاي على مواقف صعبه، هم تقيل، لكن احنا حابين عشان نخدم نادي الزمالك، نفسنا لو ربنا ما قرش وما قناش اعضاء مجلس برضه نخدم هذا المكان. لو رجع حسام مرتضى مجموعته انا ما نجحش هقف واساند ودعم، لان ده انا زملكاوي بجد يا كريم، انا مانيش دخيل على النادي ولا انا الحمد لله زملكاوي كابر عن كابر ولينا تاريخ في نادي الزمالك. طيب عايز تعمل ايه يعني حاجتين مهمين ما عرفتش تعملهم في المجلس السابق، كنت احد اعضاء مجلس استاذ ممدوح عباس. انا عايز شخصيه تخليني اشتغل. انا عايز انت كنتش يعني كان في حاجات مع باحترام لكل، كان في اوضاع معينه انا بحترمهم كلهم وكل حاجه، لكن انا كان نفسي اشتغل والوضع كنت بعترض. لكن الناس اللي بتقول لك ان احمد جلال ما كانش بيعترض، كنت بعترض جوه المجلس، بس انا عندي مشكله وعملتها مع الاستاذ مرتضى في مجلسه وممكن في قرارات كتير وحضرتك كنت معانا كنت بعترض، بس انا لما اعترض لازم احافظ على كيان الاستاذ مرتضى منصور ومجلس الاستاذ منصور، لان انا لو كسرت مجلسه او ان انا اعترضته انا مش هطلع اتكلم في الجرايد ولا ابقى زملكاوي لو طلعت اتكلمت على المجلس الاداره. وزي الاستاذ مرتضى كان بيحاول دايما يقفل علينا جوه المجلس الاداره، لان هو ده، لان احنا لو ضعفنا اسم النادي لا هتلاقي اسم قوي ولا هتلاقي رعاه ولا يعني هتلاقي انت بتعترض جوه الترابيزه بس ما تقدرش تقول كده للاعلام. طول عمرنا وبيتقال قدامنا احنا عايزين نبقى زي الانديه الاخرى ما نطلعش. اعترض يا انت عارف يا كريم ما كنتش باخد قرار لما بيعترض عليه، لكن فعلا هو بس كان بيحترمني وبيقدرني لان هو ده يا راجل. ده رئيس النادي اللي هو كان شغال معاه كان جايب اسانسير لوحده، كان مانع حد يركب الاسانسير اللي هو. لا كان استاذ احمد جلال ركبت الاسانسير يمكن مره واحده انا كنت بطلع كده عشان اغز. كان بيركب الاسانسير بجد. انا شفته مره راكب الاسانسير. رئيس نادي يا جماعه عامل اسانسير لنفسه، ممنوع حد يقعد مجلس اداره حتى يركب هذا الاسانسير، وفي الاخر زي ما شفنا دمر النادي. انا عموما انا اتمنى بجد، انا اتمنى لو المجموعه دي محترمه، المجموعه دي متكامله متماسكه، لا بنروح هنا ولا بنروح هنا ولا بنخرج ولا بنرجع، كلنا بنتوجه في كل حته بنتكلم على بعض احسن كلام. وبعدين احنا الميزه ان تشتغل يبقى لازم حد في ظهرك يا كريم. تمام، ودي اهم حاجه. يعني الاستاذ مرتضى لما اختارنا عارف ان احنا في ظهره وقائمتنا ثابته يا كريم من اول يوم. لا حد خطف واحد من القائمه دي كل يقول لك فلان خطف فلان. النجاح ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. واحد خاطف واحده بيحبها يتجوزها، النجاح يا اخي دي قائمه انت خدت ده من الاول واقتنعت بيه. احنا قائمتنا يا كريم ثابته من اول يوم. كلهم شخصيات محترمه ومتخصصات مختلفه، ولكن برضه عايز اقول معلش انا لازم احيي الشخصيه المحترمه اللي فعلا بيحب النادي من جواه ورغم ان الناس عايزه تنال منه في شخص او المستشار جلال ابراهيم طبعا. لانه شخصيه رئيس نادي سابق ورمز من انا كنت واقف ورا الاستاذ مرتضى منصور والدكتور كمان ومستشار جلال، قلت انا شرفت اني ابن رمز واشتغلت مع رمز وهخش في انتخابات مع رمز. ده شرف ليا. انا مستشار احمد جلال الوحيد اللي اشتغل مع كل الناس. لا انا اشتغلت مع ابوه وابنه اشتغل معايا. هو واشتغلت مع كمال درويش وابني اشتغل مع كمال. يعني شوف حاجه يعني ما شاء الله ما شاء الله. بس عايز اقول حاجه، انا عايز اقول حاجه بس ثانيه واحده يا احمد. القصه مش ده ابن فلان. يعني احمد جلال شخصيه مستقله، ده راجل مش ده راجل نائب رئيس مجلس دوله. احمد مرتضى ده راجل محامي طبعا، واجه هيخش يمكن بعديهم على طول هو مصطفى سيف. ده راجل محامي واثبت انت وكل الدنيا قالت اثبت وجوده من غير مرتضى منصور في مجلس الاداره. ويمكن اللي شجعني ان انا اخليه معايا في قائمتي مجهوده وشغله هو، لان احمد لو دخل كان في مجلس الدكتور كمال ولقيته اي كلام وبيهرج ولا بيهزر ما كنتش اخده معايا. ليه؟ انا عايز ناس تنجح معايا، مش عايز اقول ده فلان واخد فلان علشان ابنه فلان. وانت عارف يا كريم لو تفتكر احمد اول مره ينزل الانتخابات، وده زعلت عزمي جاد مني، قلت لي خد ضعف اصواته. طبعا انا بشكر عزمي وبشكر الاستاذ مدول حسين وبشكر الاستاذ ياسر ادريس اللي هم بيدعموا القايمه. واحنا على فكره يعني. لا كنا بيدعموا بيعملوا القايمه. هو ياسر حتى كان بيتعشى معانا من 3 ايام على حسابه طبعا. انه الاستاذ مرسي عطا الله كان هينزل الانتخابات اللي فاتت اللي هي 2009 فقال لي انا هاخد احمد معايا، وكان يمكن سامر بيه ابو الخير كان معانا في اللقاء دون. جه الاستاذ مرسي على اخر يوم قال لا مش هنزل. كان احمد عمل دعايته ما اقدرش اقول له امشي. احمد لا لما ياخد 7000 في عز المعمعه ديا وحصل تزوير اقول ان هو ليه ناسه. هو ومصطفى برضه نفس القصه، وهيكونوا معانا دلوقتي ان شاء الله بعد يوم على طول. بشكرك يا دكتور حازم، شرفتنا وبالتوفيق ان شاء الله لحضرتك ولكل المرشحين على منصب امين الصندوق ان شاء الله. هم 2 بس، الاستاذ طارق جبريل شخصيه محترمه يعني. ومين تاني؟ هم 2 بس في الترشيح.
مفيش ثالث. بس في رخامه بقى، يقول لك ايه، هو في قائمه الدكتور كمال، في قائمه ثانيه يقول لك ايه، وهناخده في قائمتنا احنا. يا عم انت مش يعني الراجل داخل في درجه الدكتور كمال، يعني ايه الرخامه هتاخده في قائمتك ازاي؟ القوائم الانتخابيه يوم الانتخاب انت عارف في قائمه. لا بص، عضو نادي الزمالك محترم وعاقل ومتزن، ومحترمه وعاقله ومتزنه، وبيفرزوا وعارفين مين الاصفر ومين اللي قلبه ابيض ومين اللي بيشتغل من تاني يوم ومين اللي دمر النادي ومين اللي كلامه جعجعه وفي الاخر مفيش حاجه، ومين اللي بيشتغل يا كريم. وبعدين انت النهارده يعني مع احترامي الشديد لكل اعضاء النادي، انا محتاج ابقى رئيس نادي الزمالك، انا كنت رئيس نادي الزمالك خدت الشرف ده، لكن انا محتاج اخدم نادي الزمالك. تمام، بشكرك يا دكتور والتوفيق ان شاء الله. اشكرك احمد تحب تقول حاجه قبل كريم؟ انا يعني اتمنى ان شاء الله اعضاء الزمالك الاستاذ مرتضى يجوا يقيموا صح، وهم جايين بكثافه ان شاء الله لتحديد خريطه نادي الزمالك الفتره الجايه. هم عارفين كويس مين اللي عنده مجهود ومين اللي متواجد في النادي كل يوم، ومين اللي بيحب الاعضاء ومين اللي بيعمل كل حاجه في النادي ومين اللي بيحاول يحل مشاكلهم قد ما يقدر. اعتقد هم عارفين كويس قيمه المستشار احمد جلال ابراهيم، رغم ان كتير بيحاولوا ينالوا من هذا التاريخ، ولكن ان شاء الله مش هيقدروا حتى لو ما وفقتش في الانتخابات، لانه ده التاريخ ده. انا ورثت حب نادي الزمالك عن شخص المستشار جلال ابراهيم. اتمنى ربنا يوفق المجموعه ويوفق نادي الزمالك في اختيار الاصلح، وان شاء الله نادي الزمالك في احسن حال ان شاء الله. بشكر دكتور حازم والمستشار احمد جلال ابراهيم. وبعد الفاصل مع احمد مرتضى منصور ومصطفى سيف العماري المرشحين في قائمه المستشار مرتضى منصور تحت السن، وهيكون معانا الاعلامي الكبير كمان في نفس الاستاذ محمود معروف. طبعا بعد الفاصل ان شاء الله.